ايه يا عم انت في انت بتطلع من ايه؟ انت سايب البيت وواقف هنا ليه؟ بيت ايه؟ هو ده بيتي انت قاعد فيه؟ وايه موضوع البيت ده يا عم فرغاني؟ تعالى معايا هقول لك. تعالى. البيت ده كان ساكن فيه راجل ومراته وعياله. كان بيت عادي، لعب وضحك وتنطيط. وفجأة صاحب البيت اتبدل حاله وبقى غاوي يقرا في كتب السحر والتسخير لحد ما لبسهم أخ من إخواننا اللي تحت. تحت فين؟ تحت الأرض. خلاه ياخد روح 3 من جيرانه، ولما أمره انكشف خنق عياله ولع في مراته وفي الآخر شنق نفسه. ومن ساعتها عفاريتهم سكنت في البيت وفي البلد كلها وحرمت عليهم الراحة كلهم. الكلام ده سمع ولا شفته بنفسك؟ شفت ولمست. لمست ايه لا مؤاخذة؟ أنا في يوم صحيت أصلي الفجر، فقلت أصلي الفجر حاضر جماعة في الجامع اللي على البحر. نزلت من البيت في أمان الله، وأنا ماشي في الشارع فجأة لقيت حاجة سودة ضخمة كبيرة واقفة قدامي وقطع عليا طريق. أجي يمين تيجي شمال، أجي يمين تيجي شمال. هوب لقيت ايدين بضوافر شبه ضوافر الخروف. مسكت في رقبتي رفعت العصاية ولسه هنزلها خفي من قدامي. طب انت صليت الفجر ولا عملت ايه في ليلتك السودا دي؟ أنا زروت هدومي طبعا. ورحت استحميت. مش فاكر أنا أغمى عليا ولا صليت الفجر ولا ما صليتوش. ربنا ينتقم منك يا عم فرغاني. دي حدوته تحكيها لي دلوقتي. خد لنا اي حاجه ناكلها، ده انت نشفت ريق. حاجة ناكلها منين؟ المطعم اللي قاعدين فيه ده. المطعم ده مهجور من زمان. روح نام يا عم فرغاني، روح نام. إلهي تنام ما تقوم تاني. تصبح على خير. خير ايه بعد اللي انت قلته ده؟ وانا هعرف انام؟ مساء النور عم فرغالي. عم فرغالي. عم فرغالي.